مجهود جبار، واللي ما يعرفش المجهود اللي انت حضرتك بتعمله يبقى غافل عن الحقيقه. مبروك الفوز. الف مبروك لنا، وبشكرك جدا على اهتمامك، ونسال الله التوفيق دائما، وده جهد لنا كلنا، وبشكرك على اهتمامك، وبشكر الجمهور، بشكر الاداره، بشكر اللعيبه، منظومه واحده قدرت تساهم في تحقيق هذا الفوز. شفت المباراه ازاي من بره؟ شفت المباراه بارتياحيه، كان في ثقه وتركيز وجهد مبذول قبل منها لتحقيق هذا الهدف، والحمد لله. مباراه جايه في الحمام ثم مباراه المنصوره. مباراة بالنسبة لنا في الحمام حياة أو موت، مباراة المنصورة حياة أو موت، عندنا تركيز عالي، اهتمام بأهمية المباراة، لدينا من الخبرات الكافية إن احنا نقدر نتعامل مع هذه المواقف. دايما بتبذل مجهود كبير معانا كلنا سواء صحفيين أو جمهور، ده أول حاجة لازم نشكرك عليه. أنا اللي بشكرك، وده كرم أخلاقك، أنا بشكرك على دي كتير يا كابتن سعد. كلمة بقى لجمهور طنطا العظيم اللي جه النهارده ومساند كالعادة وواقف في ظهر النادي كله. جمهور طنطا العظيم، أنت اللي أحرزت هذه الأهداف، أنت اللي أحرزت هذه النجاحات، أنت اللي وصلتنا لكل ده، أنت اللي حققت كل حاجة، أنت رقم واحد عندنا، بدونك ما نقدرش نتواجد في كرة القدم، أنت العاشق المحب لناديك، العاشق المحب لنادي طنطا، إحنا من غيرك ما نفيش ولا حاجة، لازم وجودك جنبنا، بنعتز ونفتخر بيك. لازم اقفل بالكلام الجميل ده يا دكتور. بشكرك كابتن سعد يا محترم، مشكور يا حبيبي.